كلنا عارفين إن الأسد هو ملك الغابة، صوت زئيره لوحده بيخلي الحيوانات تعمل بلوك وتختفي من الوجود. بس السؤال هنا، يا ترى الملك ده بيخاف؟ يا عم بيخاف زينا عادي. تعال نشوف مين الحيوانات اللي بتخلي الأسد يقول أنا آسف يا عم كنت بهزر صدقني. الأسد أول ما بيشوف الفيل بيحس إنه دخل السيرك غلط بدل الغابة. الفيل وزنه تقيل وخرطومه طويل وبيمشي وهو واثق كأنه مدير الشركة، ولو الأسد فكر يقرب هيزعل، فطبيعي الأسد يشوفه ويقول له أنا داخل بس أقول لك صباح الخير مش أكتر. لكن بقى فرس النهر شكله كيوت، بس لو اتعصب يفتح بقه تلاقيه زي باب الجراج، عضته ممكن تكسر لك عربية مش أسد. والأسد أول ما بيشوفه بيقعد يحلف ويقول له أنا نبات يا عم فرس والله ما كنت ناوي. فيروح الأسد يشرب شوية مية على الماشي، فجأة يطلع له تمساح من تحت المية وكأنه بيقول له أهلا وسهلا الحساب وصل. الأسد ساعتها بيعمل ريفيرس ويجري، بس للأمانة الأسد لوحده أسد، بس لو حواليه 15 ضبع بيبصوا عليه كأنهم طالعين رحلة شوا، وهيرجع يفكر في مستقبله. الضباع لما تبقى كتير بتبقى كأنها شلة صحاب في خناقة، والأسد يقول أنا آسف يا جماعة كنت فاكرها حفلة مش خناقة، ويرجع بيته يحكي لنا في لايف إنه تعرض للتنمر الجماعي. طب الإنسان بيخوف الأسد؟ بيخوف. الأسد بيشوف واحد معاه كاميرا ولابس تيشيرت عليها رسمة ميكي ماوس ومعاه عصاية وبيجري. ليه؟ لأن الإنسان بقى مرعب، بقى يضرب من بعيد ويعمل له وثائقي بعد ما يمشي ويقول فيه الأسد كائن مخيف بس إحنا بنحب نراقبه. يا جماعة حتى الأسد ليه لحظات ضعف. ملك الغابة ساعات بيكون ملك القلق، خصوصا لو قابل واحد من الخمسة دول. يعني ما تحكمش على القوة من الزئير، في حاجات بتخوف أكتر من الصوت، زي فيل غاضب أو تمساح جعان أو ضباع قاعدة مستنية عند البقال. أشوفكم الفيديو الجاي.